السلام عليكم. النهارده هقول لكم ازاي نسخن جسمي سواء في البيت او في الجيم قبل ما ابدا اي حاجه. طبيعي جدا لازم اسخن عشان ما يحصليش اصابات. ولو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب عشان في حلقات كتير جايه كتير حلوه قوي، واعمل فولو واعمل كومنت عشان تشوف ايه اللي جاي. بصوا يا جماعه، اول حاجه لازم نبدا بيها انا هسخن جسمي. اجري جري خفيف في المكان اهو، تمام، لمده 10 دقائق، ولو في الشتاء زي دلوقتي كده يبقى 15 دقيقه جري خفيف خالص في المكان. بعد ما بخلص جري هبدا اسخن من جسمي من تحت لفوق. هبدا اسخن مفصل، ده مهم جدا عشان يحميني من الاصابات. اول حاجه رجلي قدام ورا 10 عدات، يمين وشمال 10 عدات. بعد كده دايره بكعب رجلي 10 عدات، اعكس كعب رجلي 10 عدات. بعد كده هاخد مشط رجلي عليا واثبت، وبعد كده هطلع عليها واطلع تاني. بعد كده رجلي يمين لجوه، بعد كده شمال او لبره، ضروري قوي عشان اعمل استرتش على العضلات اللي في الجناب دي. بعد كده رجلي الثانيه قدام ورا، يمين وشمال، كل حاجه 10 عدات دايره، اعكس الدايره برده يمين، بعد كده شمال. بعد كده هطلع برجلي الاثنين لفوق وارجع بكعب رجلي لورا اهو، واحد 10 عدات، ده مهم قوي. بعد كده هاخد ركبتي اهو، بصوا كده رجلي واسعه بتساعد الكتف، وركبتي هتبقى لبره دايره، بعد كده لجوه. مهم قوي ان انا اسخن بالتسخين ده. بعد كده هاخد ركبتي لفوق واطلع بيها، بعد كده نفس الركبه دي للجنب اهو، بعد كده لورا اخدها عشان اعمل استرتش على الرجل من قدام. بعد كده هطلع بيها لفوق شويه واثبت. بعد كده هرعم بالرجل الثانيه برضو نفس التكنيك. بعد كده هعمل طعن اهو لقدام وسط مفروض. بعد كده انزل تحت. بعد كده هقعد على ركبتي، رجلي دي لقدام خطوه واعمل ستريتش عليها اهو. بعد كده ادخل ايدي من جوه اهو وازق قوي قدام. انا كده بعمل ستريتش جامد جدا على العضله اهو اهو. بعد كده طبعا بعكس رجلي الثانيه، بعمل نفس اللي ده بالظبط اهو. بعد كده بنزل تحت اقعد على ركبتي بركبه ونص اهو، وازق وسطي قوي لقدام المنطقه دي اهو عشان اعمل ستريتش. بعد كده ادخل ايدي جوه. بعد كده بقعد اهو اهدي بره، بنزل بيه لتحت. بصوا ازاي اهو، واقعد لتحت 20 عده واطلع وانزل اهو. سخن رجلي كويس. بعد كده رجلي دي اجيبها كده اهو. بعد كده رجلي الثانيه 10 عدات ممكن من الحركه اهو عشان اسخن المفصل بتاع حوضي كويس اهو. بعد كده بعد ما بخلص ده بعمل حاجات تانية، وطبعا مش كل حاجه بنقولها. بعد كده هنسخن يمين وشمال. بعد كده زي ما انا اهو هجيب يمين ايدي دي تحت اهو، لف وسط يمين وشمال اهو. بعد كده ايدي هتبقى في النص اهو. بعد كده ايدي لفوق قوي عشان اسخن الترنج بتاعي كويس في المنطقه دي. بعد كده هنزل بعدتين لتحت وعدى لفوق وارجع لورا، واحد اهو، اثنين، ثلاثه، اربعه. بعد ما بخلص ده اهو بصوا هلف وسط يمين وشمال. بعد كده هاخد رجلي عليا بصوا اهو. بعد كده لجوه، رجلي كانت لقدام، بعد كده رجلي هتبقى لبره اهو. بعد كده واحده واحده، بعد كده مفروده كده، جامب خفيف تاني، ارجع تاني خفيف واجي في المكان. بعد ما بخلص ده ببدا اشتغل زي ما قلت لكم، اعمل استرتشات اول تحت واطلع بيها لفوق تاني ولفوق كده، ضيق رجلي لتحت لفوق ها تحت لفوق. بعد كده ما بخلص ده هبدا اشتغل بدراعي. بصوا يا جماعه، ريست ايديا اهو 10 دواير واعكس. بعد كده هاخد الكوع 10 دواير اهو اعكس. بعد كده الكتف لقدام 10 دواير وبعد كده اعكس.
كده نفس الفكره في الدراع التاني، نفس القصه بالظبط. كان الاتنين لقدام التكنيك ده كده لورا، وافتح كبسوله كتفي قوي اهو. بعد كده الاتنين لقدام بالشكل ده، بعد كده لورا، بعد كده بعد ما بخلص ايدي كف ايديا لقدام اهو، بجيب التكنيك ده، بعد كده بعكس لتحت اهو، بعد كده باخد الاثنين مع بعض اهو، كده بطلع بيهم لفوق بضيق رجلي، اجي يمين قوي، بعد كده اجي شمال قوي، اطلع لفوق وازق لفوق، ازق لقدام قوي اهو. بعد كده باخد الدراع لورا التكنيك ده، ده يمين وشمال، كده بطلع وانزل بيه عشان اسخن كتفي كويس. جاي ورا راسي. بعد ما بخلص ده باخد رقبتي يمين وشمال من غير ما اغمض عينيا، جاي قدام ورا، بعد كده دايره، اعكس الدايره، بعد كده باخد رقبتي يمين قوي محدش يخلعها، بعد كده لورا جنب التاني، بعد كده لفوق شدها لفوق قوي، بعد كده لقدام، بعد كده لورا وزق قوي، زق دقني لفوق قوي اهو، قوي لفوق. بعد كده انا ببقى جاهز للتمرينه بتاعتي. بس دي الحاجات اللي الستاندر اللي المفروض اعملها سواء انا بتمرن في الجيم او بره الجيم. اتمنى الحلقه تفيدكم، شكرا لكم.